تعرف شو اكثر شيء بقهر في هذه المباراه؟ ما كان التعثر، لانه ريال مدريد كان بيستحق الخساره، مش بس التعادل، بل لانه الهدفين اللي اتت من إلتشي كانوا من لاعبين سابقين لريال مدريد في الكاستيا. واللي بيقهر اكثر لما بنشوف جافي متشمت بعد المباراه وبيشكر إيناكي بينيا على مستواه، حصل على جائزه رجل المباراه وهو حارس برشلونه المعار، وثاني مره ببدع امام ريال مدريد. سكورز هو التطبيق الافضل لعرض التشكيلات والاحصائيات والارقام، وكل شيء بيوضح لك حاليا انه اساس المشكله واساس التعثر كان شابي الونسو والتشكيله اللي نزل فيها، ترك الفريق من دون محور وقاطع كرات صريح، ورودريجو كان على اليمين ما بعرف ليش، فيران غارسيا لحد الان مو فاهمين شو كان عم بيسوي بالتشكيله الاساسيه وشو كان دوره اصلا بارضيه الملعب. غريب انه كورتوا اصلا اعطاك فرصه حتى تصحح الموضوع بالشوط الثاني، ولكن الونسو نزل بنفس التشكيله بالشوط الثاني لحد ما إلتشي سجل الهدف الاول وعمل تبديلاته. ثالث تعثر على التوالي، لاعبي ريال مدريد كانوا سبب بجميع هذه التعثرات، اكيد بيتحملوا مسؤوليه وجايهم واحد واحد، ولكن عم بنتقد الونسو لانه اعطى اسباب جديده للاعلام حتى تنتقده، اعطى اسباب جديده للاداره حتى تكون سبب باقالته. تشكيله جدا غريبه ومش وقت تجريب حاليا، انت عم تلعب امام فريق مميز مثل إلتشي، ثالث اكثر فريق استحواذ على الكره بالليغا، فريق ما خسر ابدا بملعبه، وشفنا فعلا إلتشي عم يتفوق بالطول وبالعرض سواء كمدرب وكلاعبين على ريال مدريد. تخبطات في غرفه الملابس، دفاع هش بدون تصديات تيبو كورتوا، وسط ضايع، هجوم عقيم باخر المباريات، وكانه الفوز بالكلاسيكو والصداره الحاليه لا تعني اي شيء.